عاملين ايه؟ وحشتني جدا من اخر فيديو. مشافش الفيديو اللي فات يروحوا يشوفوه عشان مهم جدا، وهحكي لكم حاجات حصلت معايا في الاسبوعين او الثلاثه اللي انا مصورتش فيهم، فهحط لكم تحت في الديسكربشن بوكس. قبل ما نبدا محدش يسالني انت لابسه شتوي ليه، لان انا تعبانه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، فعايزه ادفي نفسي يعني. طبعا انا واخده النهارده قسط من الراحه من الكليه، وما روحتش النهارده علشان حسيت ان انا عايزه اخد راحه شويه، وهتلاقوا ان الفيديو بيتقطع كل شويه لان انا بكح بعد كل كلمتين. فالنهارده الفيديو عباره عن ايه؟ هديلكوا طرق عن المذاكره، لان كذا حد سالني ازاي بتذاكري والكلام ده كله، وان هما يعني في سنه اولى ولسه مش عارفين ياخدوا على الجو. اقول لكم تجربتي الشخصيه وشويه نصايح، ولعل وعسى ان الفيديو ده يكون تحفيز لحد وان هو يقوم يذاكر ويشوف اللي وراه. بصوا يا جماعه، انا اول ما دخلت الكليه كنت فاكره ان المذاكره هتبقى عادي، يعني شويه فهم على شويه حفظ، حفظت ما حفظتش عادي الدنيا. يعني انا لما كنت بتفرج على الفيديو بتاع تيك توك كان دايما يقولك ايه، ان ادخل الكلية وهترتاح. المذاكرة بتاع الكلية مش زي الثانوي، وان انت مش محتاج غير كشكول واحد للكلية هيكمل معاك ال4 سنين والكلام ده كله. بس طبعا احنا في جامعة أهلية، فالمادة محتاجة فلوس، فانت لو مذاكرتش وما نجحتش وشلت المادة هتدفع فلوس، ومش فلوس بسيطة، المادة ممكن توصل 4000 جنيه، فانت مضطر ولازم تذاكر او لازم تعدي المادة بأي طريقة ممكنة علشان ما تدفعش فلوس زيادة، لان طبعا الاهل يعني مش ذنبهم حاجة. الصدمة كانت لما بدأت ودخلت الكلية، بدأت اشوف المواد مصطلحات غريبة جدا، انا مش فاهمة ايه ده، كل كلام انجليزي. وطبعا مثلا يعني انا مثلا مستواي في الانجليزي مش احسن حاجة علشان اتكلم بقى ويكون الحوار انجليزي، اعمل برزنتيشن واشرح والكلام ده كله، لان طبعا ده كله انتوا لسه يعني داخلين عليه. انا عايزه اقول لكم ان انا لحد دلوقتي عامله حوالي 8 برزنتيشن. شرحت في كذا محاضره في الفيزيكس، شرحت تقريبا 3 مرات، ايوه او مرتين. ودايما معروف عني ان انا بعرف اتكلم وبعرف اعمل برزنتيشن. كنا لما نيجي نعمل برزنتيشن المفروض مثلا ان يعني لو مش بالقايمة فبنختار بعض، كانوا هما اللي بيختاروني عشان بعرف اتكلم. فدي حاجة انا عايزاكم تعملوها. يعني طبعا الدكاترة بيشرحوا بسرعة، مفيش وقت ان انت تستوعب، بس مع الوقت فهمت ان الموضوع مش في صعوبة الكلية نفسها، الموضوع في المذاكرة اللي انت بتذاكرها وطريقة المذاكرة وازاي اصلا تذاكر. وعايزة اقول لكم يعني انا بديكم نصايح لان انا عديت من سنة اولى، وعايزة اقول لكم برضو ان يعني احنا برضو التانية عندنا مواد صعبة جدا. يعني انا عندي مادة زي البايوكيمستري، انا المادة دي صعبة جدا بالنسبة لي، وانا لحد دلوقتي بحاول ان انا افهم المادة. يعني احنا بقالنا اسبوعين وانا بحاول ان انا ما اضيعش حاجات كتير فيها، عرفتوا؟ فالعملي بالنسبة لي كويس جدا، العملي حلو قوي، فقلت اعمل لكم الفيديو ده اقول لكم تجربتي الشخصية وازاي تعاملوا مع المواد وتذاكروها، ازاي تحسوا ان الكلية سهلة. على فكرة انتوا لما تعدوا اول ترم هتحسوا ان خلاص الموضوع اتعودتوا عليه، بعد كده بقى في الترم التاني المواد عندكم تبقى اكتر واتقل، وهتبقى يعني هي مش اكتر يعني في الكمية، بس اكتر في ان هي مواد عملية. بس صدقوني بجد انتوا طول الترم بتجمعوا درجات عشان تعديكوا من المادة، انتوا في كل مادة لازم تجمعوا 90 درجة. وكمان لسالكوا كمان درجات علشان تعدوا، والتسعين ده انتوا النجاح عندكم من 90، فانتوا بس محتاجين تزيدوا حاجة بسيطة علشان يعني في الفاينل علشان تعدوا من المادة. فانتوا قدامكم فرصة كبيرة جدا ان انتوا عشان تعدوا من المواد. هكلمكم دلوقتي عن اول اسبوع في الكلية حصل ايه معايا. الاول انا كنت بكتب كل حاجة في كشكول ورا الدكتور اللي بيشرح، بالذات في السكشن بتاع الماث والفيزيكس كنا بنكتب دايما الاسئلة ورا الدكتور وهو بيشرح المسائل كلها. انا كنت عاملة اصلا جروب تلخيصات وكنت بنزل عليه كل المسائل، انا كنت بكتب إيه يعني فهمت دي ما فهمتش دي، بس كنت بكتب على اساس ان انا ايه هروح وهذاكر اللي يعني اللي احنا خدناه. بس طبعا كنت بنسى لان انا ايه ما قعدتش وركزت،
فده كان بيلخبطني اكتر. فبدأت اعمل ايه، ان انا اقعد واركز وافهم. وكده كده هو الدكتور كان بيشرح تاني السكشن، يعني بيعملوا تسجيل وبينزله لنا على المنصة أو بينزله على قناة اليوتيوب. كنت برجع البيت وبعمل ترجمة للكتاب، مش رياضة وفيزياء بقى لأ، يعني كنت في الفيزياء بعمل ترجمة طبعا للتعريفات والحاجات دي. وفي المواد التانية بقى كنت برضه بترجم. ويعني مش بحفظ بالعربي، أنا بحفظ بالإنجليزي، بحفظ حفظ بس حتى لو أنا مش فاهمة الكلام، بس في دماغي قدامي الترجمة العربي. يعني أنا بحفظ الإنجليزي وشايفة العربي، مش بقعد أحفظ العربي لأ، أنا شايفاه وببص من هنا لهنا. يعني أنا كاتبة فوق وكاتبة تحت، يعني قصدي كاتبة فوق والإنجليزي تحت. فأنا طبعا بقرأ وأنا بكتب يعني وأنا بترجم كنت بقرأ إنجليزي وعربي. بعد كده بقيت أحفظ الإنجليزي شايفة العربي قدامي، فأنا بحفظ وعارفة المعنى اللي أنا بحفظه ده ايه. بصراحة مش كل المواد بتتذاكر بنفس الطريقة عشان نكون صراحة مع بعض. مثلا مادة زي الأناتومي اللي هي التشريح، طبعا دي انتوا مش هتاخدوها في الترم الأول. يعني مادة زي الأناتومي محتاجة صور كتيرة جدا، لازم تشوفي كل عضلة أو كل عضو في الصورة علشان تفهمي مكانه، لأن الحفظ لوحده مش هينفع. مادة زي الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء، دي محتاجة تفهمي كل خطوة في العمليات الحيوية. زي مثلا لما تيجي تذاكري الدورة الدموية، لازم تفهمي هي ليه بتمشي كده، مش تمشي ورا الكلام وخلاص. يعني انتي فصصي الموضوع ولازم تفهمي وتعرفي دي جاية منين ودي داخلة فين والحاجات دي كلها علشان تعرفي تثبتي المعلومة ويبقى عندك كمان معلومات أكتر، بحيث إن لو الدكتور سألك في حاجة فانتي عندك المعلومة وتقدري إن انتي تجاوبيها. مادة مثلا زي البايوكيمستري، المادة دي لازم تعملي لها تلخيص. يعني انتي لازم مثلا تشوفي جزء معين تلخصيه في سطرين تلاتة، لازم تكتبي كل تفاعل بشكل مبسط خالص، خريطة صغيرة كده، خريطة ذهنية مثلا، التفاعل بشكل بسيط قوي بيدي ايه والناتج ايه والراسب ايه والحاجات دي كلها. اما المواد زي الميكروبيولوجي او الباثولوجي، دي محتاجة ان انتي تحفظيها كويس جدا، بس طبعا لازم تفهمي الفكرة الاول، بس هي بتعتمد يعني اعتمادها بنسبة 90% على الحفظ. المفتاح هنا ان انتي تسألي نفسك المادة دي محتاجة ايه، فهم، حفظ، ولا صور، ولا تلخيص. انتي بقى لازم تسألي نفسك عن كل مادة عندك محتاجة ايه، فلما تعرفي الطريقة ده هيسهل عليكي كتير جدا. بعد كده بندخل على التلخيص والمراجعة. كل ما تخلصي محاضرة اقعدي لخصيها في كشكول صغير وبالألوان، وهقولك ليه. يعني مثلا الجمل المهمة باللون الأحمر، العناوين الكبيرة باللون الأزرق، والكلمات الغريبة اكتبي جنبها معناها. يعني اكتبي كلمة مثلا بالإنجليزي وجنبها معناها بالعربي. طبعا ده لكل محاضرة. بعد أسبوع لما تيجي تراجعي يعني هتشوفي إن انتي مش محتاجة تفتحي السلايد بتاع الباوربوينت بتاع المحاضرة، انتي خلاص معاكي الكشكول بتاعك بتفتحيه، فبتذاكري من هنا. لو وقف قدامك حاجة بتشوفيها من اللي انتي كاتباه. والحاجة التانية اللي هتفرق معاكي جدا هي المراجعة اليومية. طبعا انتي موراكيش حاجة غير ان انتي تذاكري، فكل يوم لما بتيجي تذاكري جديد راجعي على اللي فات مراجعة سريعة حتى لو قراءة، لأن الحاجات دي خلاص مش جديدة عليكي. دي حاجة يعني أو طريقة بتثبت المعلومات في المخ، ولما بتيجي في الامتحان بتحسي الموضوع مش جديد عليكي. بعد كده لازم تذاكري بذكاء، ودي حاجة مهمة جدا. في ناس ممكن تقعد على الكتاب 10 ساعات وما تفهمش حاجة، واحد يقعد على الكتاب ساعتين وتلاقيه مخلص كل حاجة. ليه؟ عشان هو مشغل عقله، مش بس مجرد ان هو بيذاكر كمية كبيرة في وقت طويل، لأ، ما هو مش بالكم ولا بالوقت. استخدمي تقنية اسمها دومودورو. يعني مثلا تذاكري 40 دقيقة، تاخدي بريك 10 دقايق أو ربع ساعة، كل 40 دقيقة خدي بريك 10 دقايق. ده انتي بتخلي المخ يفصل. يعني انتي خلاص هو فضل مركز ومركز جامد، يعني 40 دقيقة، خليه بقى يفصل ويرتاح 10 دقايق. عايزة اديلكم نصايح نفسية مهمة شوية، لأن كلنا طبعا نفسيتنا بتتعب من كتر المذاكرة. ومجرد أصلا إن حد بيذكر قدامنا كلمة مذاكرة بنحس إن احنا فاقدين الشغف، فاقدين الأمل في كل حاجة، كلنا كده. بس أهم حاجة ما تقارنيش نفسك بحد. أنا عارفة إن في واحدة شاطرة وفي واحدة مستواها مش قد كده، في واحدة نص نص، بس أبدا ما تقارنيش نفسك بحد. في ناس بتذاكر 5 ساعات وما بتفهمش حاجة، وفي ناس بتذاكر ساعة واحدة وبتفهم.
ده اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي. كل واحد وليه طريقته، بس برضه في الاول وفي الاخر ما تخليش حد يحبطك. حتى لو قالك الكلية صعبة ومملة، هي فعلا متعبة، بس النتيجة حلوة جدا لما بتبقي فاهمة اللي بتدرسيه وبتتخرجي منها بشغل محترم. انا حبيت اشارككم الفيديو ده عشان بجد انا كنت تايهة اول ما دخلت الكلية، ومكانش في حد اصلا بيشرح ازاي نذاكرها. الفيديو الجاي برضو هيكون ليه علاقة بالمذاكرة وبالمختبرات الطبية والتحاليل، وهتعمق معاكم أكتر في التخصص بتاعي لأن أنا تخصص تحاليل. آه ف... فقلت إن المحتوى بتاعي بقى يكون عبارة عن الشغل بتاعي أو المعامل بتاعتي والدراسة بتاعتي عاملة ازاي والمواد والحاجات دي كلها. وبرضه هيكون فيها نصايح لسنة أولى مش هنساهم طبعا، لأن معظم اللي متابعيني أصلا سنة أولى. وعلى فكرة أنا شفت ناس كتير أوي منكم في أول أسبوع كلية، ولحد امبارح برضه كنت بشوف ناس وبيسلموا عليا. بجد مبسوطة أوي إن أنا شفتكم، وبجد برضه بفرح من الكلام اللي انتوا بتدخلوا تكتبوهولي بعد ما تشوفوني. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد.